السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن سبيكة الحلزون. ودي سبيكة يعني حلوة جدا للي عاوز يستثمر بمبالغ قليلة في البدايات لسه، لانها مش غالية، او عاوز يهادي. هي تنفع في الهدايا وشيك وكويس. بالنسبة لسبيكة الحالة جولد دي بتبقى 1 جرام، وليها كذا جرامات، بتبدأ من 1 جرام، وهي عبارة عيار 24، مغلفة بالكامل طبعا، وبكارت، مغلفة بكارت. وزنها صغير، بيبدأ من 1 جرام، و2.5 جرام، وفي 5 جرام، وفي 10 جرام. المميزات ان هي المصنعية قليلة، وينفع تبدأ بيها كاستثمار قليل. لو معاك مثلا 5000 جنيه وعاوز تجيب حاجة دهب تستثمر فيها، دي تنفع في كده، او تهديها لحد. وهتحسبها سعر جرام الدهب طبعا بيتغير من يوم للتاني، احنا عارفين. فبتشوف مثلا انت هتشتريها امتى او هتبيع امتى، فبتحسبها تشوف اليوم مثلا سعر الدهب كام، 24، وتبتدي تحسبها، لانه بيتغير طبعا. لو عايز تبدأ بسعر صغير دي انصحك بيها، ومصنعيتها قليلة، واما تيجي تبيع مش هتخسر، يعني مش هتخسر في المصنعية كتير زي الحاجات التانية. يبقى الحلقة جولد دي كويسة ليك، واختيار مناسب جدا. بس لما تيجي نصيحة، لما تيجي تشتري، اشتري من شركة معروفة، يعني تكون شركة معروفة وليها اسم، يعني معروفة في السبائك وكده. احنا هنتكلم بقى يعني الخلاصة، او اللي هنستفيده من الفيديو السبيكة دي الحالة جولد. ان سبيكة الحالة جولد دي عيار 24. سعرها بيبدأ من 1 جرام، و2.5 جرام، و5 جرام. ودي بتنفع قوي، و10 جرام، ودي بتنفع قوي في انك تبدأ استثمار دهب بمبلغ صغير، لو انت عاوز تستثمر بمبلغ صغير. وطبعا في الهدايا، وانك تهادي حد بيها او كده، دي ممتازة جدا. لان في حد برضه سألني في الحلقة في كومنت ان وسبيكة الحلقة جولد، فقلت طيب انا هعمل حلقة عن الحلقة جولد، وانا لسه هعمل حلقات برضو عن حاجات كتير في الذهب. تابعوني، هتلاقي حاجات كتير في الذهب، واي حد عاوز يسأل عن حاجة في الذهب يقول لي وانا اجاوبه، مفيش اي مشكلة. واعمل حلقات خاصة، اي حد عاوز يستفسر عن اي حاجة في الذهب يقول لي مهما كانت، وانا هعمل حلقة خاصة عن الحاجة اللي هيقولها. احنا كلنا هنا اخوات وبنفيد بعض، يعني بنفيد بعض بالمعلومات المهمة. برضو في يعني معلومة حبيت اضيفها. هي بالنسبة للاستثمار، احنا قلنا استثمار جيد طبعا الذهب والسبائك، والسبائك اللي هي المغلفة زي كده والجاهزة، افضل من السبائك المشغولات طبعا. والحاجات دي المشغولات بتخسرك، وبلدي، والحاجات البلدي بتقلل في المصنعية، ولكن لا يمنع بتبقى صناعيتها قصدي كتير، يعني انت بتدفع فلوس كده لما تيجي تبيعها، غير دولت. ومعلهاش اقبال قوي، يعني ملهاش اقبال قوي. يعني انت لما تيجي تجيب سبايك جاهزة مغلفة وتيجي تبيعها فورا، تتباع فورا على طول. السبائك البلدي ممكن ما تلاقيش حد يشتريها منك. برضو في نقطة استثمارية برضو كده صغيرة جنب الذهب، يعني هي بعيدة عن الذهب بس برضو متلازمة على الذهب، لأن الناس اللي بيحبوا يستثمروا يقول لك اشتري ذهب، اشتري عقار، احط شهادات بنكية، اذون خزانة. فحبيت برضو قد ايه معلومة بالنسبة للشهادات البنكية. كان في مازال دلوقتي حاليا ما فيش غير ال3 سنين. 3 سنين هتلاقيها 18 ل4%، و 17.75. دي 3 سنين شهري، دي 3 سنين شهري. وفي 18 17.85. دي برضو 3 سنين، بس دي مش شهري، يعني دي مش هتاخدها كل شهر. كل 3 شهور مش كل شهر. وبالنسبة في أذون الخزانة، طبعا أذون الخزانة ممكن، يعني ممكن يقولك النهاردة فايدة، بعد شهر 2 3 أيا كان يغير الفايدة، الله أعلم. بس أنت بتبقى مرتبط بيها، يعني أنت خلاص خدت بالأذون الخزانة دي فايدة كذا، خلاص أنت مرتبط مهما اتغيرت، إن هي مش متغيرة. هي مش متغيرة، أنا بقول على اللي هيحط جديد مثلا والسعر اتغير. أوكي. فهي بس أذون الخزانة ففيها ضرايب، بيخصم ضرايب.
يعني بيخصم ضرايب عليك. انت بتروح البنك، بتتوجه للفرع البنك مصر او الاهلي، وبتقول له انا عاوز اذون خزانه، بيقول لك كل المعلومات، وبتقول له مثلا عاوز احط مبلغ كذا، يقول لك هيفهمك المبلغ ده هتخسر عليه ايه، ضرايبه ايه، الحاجات دي كلها. في برضو اللهم صل على النبي، غير اذون الخزانه، واحنا قلنا الاشارات، او في الاشارات المتغيره. الاشارات المتغيره دي مشكلتها هي ممكن تديك نسبه عاليه، ماشي، بس نسبتها العاليه دي بيبقى فيها مشكله، انها فيها مخاطره. ايه المخاطره؟ بتتغير تبع سعر الكوريدور بتاع البنك المركزي. البنك المركزي النهارده خفض، هتتخفض حتى لو عاليه. يعني ممكن اقول لك مثلا النهارده 20%، مثال، ده مثال. يجي بعد شهر، انت ربطت الشهاده، بعد شهر قال لك نزلت ل 17%، 18%، خلاص تنزل على طول معاه. فدي مشكله الشهادات المتغيره، بتتغير تبع سعر الكوريدور بتاع البنك المركزي، تبع سعر البنك المركزي، يعليها اوكي، يوطيها اوكي، تبعه، ماشيه تبعه، ما بتربطهاش زي الشهادات التانية ثابته. وبرضه انا هعمل حلقات عن اسعار الفايده، وعن الشهادات، وايه المزايا وايه العيوب والتضخم والحاجات دي كلها. وبرضه هعمل حلقات عن العقارات والاستثمار في الشقق، وايه الشقق اللي تستثمر فيها، وايه المناطق اللي هي كويسه، والحاجات دي كلها، والشركات اللي تشتري منها وتقسط ومضمونه، والحاجات دي كلها حبيت ادخلها مع الذهب. علشان برضو كل ده هيبقى ايه، مجال استثماري، يعني كل ده مجال استثماري، احنا عارفين يعني الدهب احد بنود الاستثمار، وبند طبعا ملاذ امن، وطبعا كلنا بنحب نشتري الدهب ونتزين بيه ونستثمر فيه، كلنا كده يعني. فبرضو مصر، مصر هي اللي طبعا بتتعامل بالفايدة. الخليج، اهل السعودية بيحبوا الدهب جدا ويحبوا يشتروه ويستثمروا فيه طبعا، ده يعني الخليج دول نمبر 1 في الذهب، بيعشقوا الذهب ودايما بيشتروه. واحنا مصر اتعلمنا منهم الذهب، وبقينا نحب نشتريه ونستثمر فيه ونتزين بيه. ولكن الفوائد هنا بتبقى في البلاد اللي هي هنا مصر، يعني السعودية ما فيهاش ايه اسعار فوائد وكده. فانا حبيت اديكم معلومات سريعة، عشان اللي عاوز برضو يسألني في الكومنتات يسأله، يعني عادي اسألوني في اي حاجة من الحاجات دي، وانا اخصص حلقات مخصوصة اجاوب فيها عن كل حاجة. يعني اللي عاوز يسأل اي حاجة يقول لي في الكومنتات لو سمحت اتكلمي في موضوع كذا، او عاوزين معلومة عن موضوع كذا، وانا هعمل حلقة كاملة عن الموضوع اللي انتوا هتقولوا عليه. القناة دي معمولة علشان احنا كلنا عيلة واحدة، نتكلم مع بعض وافيدكوا، وانتوا تسألوني، ولو حد عنده حاجة عاوز يقترحها، حد عنده عاوز حاجة يفهمها، انا هنا علشان افهمكوا وعشان اجاوب على اسئلتكم. القناة دي علشان جمهوري يستفيد منها، والقناة دي بتاعتكوا، يعني هي بتاعتي، وانتوا الاساس، انتوا اللي هتقوموها، انتوا اللي هتكبروها، وانتوا جمهوري اللي على دماغي، وانا طبعا بحبكم، انتوا اخواتي وحبايبي. ويا رب ما اكونش مملة معاكم، وحلقاتي ما تكونش مملة وتكون مفيدة، علشان نبقى خفاف على القلب كده، وما نملش من بعض، ونبقى ايه، حبايب وكويسين، وايه، كل مرة ننزل فيديو يبقى ايه، خفيف على القلب. برضو في معلومة اخيرة عن الذهب والسبائك، ان لو عاوز مثلا الاماكن في مصر، الاماكن معروفة الاماكن الممتازة اللي هي التجار مية كويسين، ميدان الجامع برضو منطقة ممتازة، الصاغة برضو فيها يعني مثلا يعني اسعار كويسة لو عاوز تشتري، ولو عاوز تبيع هتلاقي برضو التجار بيبيعولك بسعر حلو. ويا ريت تقارن، يا ريت تقارن، تروح كذا مكان وتقارن، هنا تجار هنا ايه، والتجار هنا ايه، والمنطقة الواحدة شوف فيها 2 و3 و4 كمان. يعني مثلا المنطقة الواحدة اللي هتشتري او هتبيع فيها، شوف 2 و3 و4، وروح منطقة تانية برضو شوف 2 و3 و4، وقيم بقى، وشوف اعلى حاجة، والاتنين او 3 اللي بيجتمعوا في نفس السعر، سواء شراء او بيع، هو ده اللي تخلص معاه. عشان ايه؟ ابقى قلت لكم ضميري، عشان ما تسرعوش وتيجي مثلا تشتري من حد تلاقي الحد التاني بنفس الحاجة ارخص، كانت تشتري منه بسعر ارخص، او البيع تيجي هنا تبيع بسعر والتاني كان هيبيع لك بسعر اعلى، وتقول يا ريت وتندم. احنا مش عاوزين ندم، لان الحياة دلوقتي صعبة، ما ينفعش كل واحد معاه حاجة لازم يحافظ عليها.
ويزودها ويستثمرها، لان انتوا كلكم شايفين الاسعار والغلا، وربنا يكون في عون الناس كلها. واي حد انا تحت امركم في اي سؤال. السلام عليكم. يا ريت تدوسوا في الاشتراك، دوسوا الاشتراك في القناه يا ريت يا حبايبي، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله يجيلكم اشعار بيه. انتوا ما تدوسوا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس، كل فيديو هينزل هيجيلكم اشعار بالفيديو اللي انا هنزله، تتفرجوا عليه وتستفيدوا. السلام عليكم.